مساء الفل والسعادة عليكم، وكل سنة وانتم طيبين. احنا خلاص دخلنا في النص الأخير من شعبان، وداخلين على أيام مباركات كلها تطور ونمو، خاصة تطور روحي. من أكتر الحاجات اللي بتعوق الإنسان إن هو يتقدم ويمشي لقدام هو مشاعر الخوف والأفكار كمان اللي ليها علاقة بالخوف. كتير مننا بسبب اللي احنا اتربينا في بيئة ممكن يكون الناس ما فيهاش معرفة، ما عندهمش معرفة كافية، فالبديل اللي بيبقى للصبر والمعرفة من غير قصد من اولياء الامور ايا كان ولي الامر ايه. مش قصدي الاب والام بس، ممكن يكون مديرة في المدرسة، الميس في المدرسة، رئيسك في الشغل لو اشتغلت اول مرة، الدكتور في الجامعة. للأسف بيبقى عندهمش بديل عن التخويف، لان بديل التخويف بالنسبة لهم بيبقى صعب. يعني ايه الكلام ده؟ الانسان عشان ما يخوفش قدامه لازم يبقى عنده درجة كبيرة من السلام النفسي والحب الداخلي والمعرفة، عشان يقدر يبدل، بدل ما يخوف اللي حواليه يعملهم بالعقل، يقنعهم، يمارس معاهم الصبر. وده حاجة للإنسان اللي مش بيشتغل على نفسه، حاجة مش سهلة قوي. تمام؟ حاجة في الواقع اللي حاول فيكم مثلا يتعامل مع اللي حواليه بحب وبصبر او مع اولاده، هيلاحظ ان الموضوع ده مش سهل خالص، مش سهل يعني، بجد بجد محتاج درجة كبيرة ان الشخص يكون بالفعل عنده عضلة الحب دي. تمام؟ والبشرية عامة في مرحلة هي محتاجة تقوي العضلة دي، تفهم يعني ايه حب، وتنمي يعني ايه حب، وتفهم عن الحاجات، ويبقى في علم ومعرفة عشان تبدل مكان الخوف. ف سواء كنت اجنبي بقى، سواء كنت عربي، سواء كنت مصري او غير مصري، اكيد اكيد في جانب كبير من حياتك فيه مخاوف. طب ايه المشكلة في المخاوف دي يعني، وازاي هي بتأثر على كل حاجة؟ طبعا بتأثر على كل حاجة. على المستوى الطاقي المخاوف دي بتخلي الانسان عنده فريز افكت، هو مش قادر يمشي، مش قادر يتحرك لقدام، وبتخلي ممكن الحقيقة قدامه وما يشوفهاش. عفوا. وبتخلي كمان ممكن يكون الحل قدامه ويقول استحالة. ليها تأثيرات كبيرة، لان هي اصلا الخوف من اكبر المشاعر اللي بتوقفك بدرجة كبيرة عن الوفرة، بتوقفك كمان عن الاتصال برب العالمين، بتوقفك انك تتحركي. والخوف بيكون اساس بعتذر عن الكحة، الجو لسه فيه لسعة كده. بيكون اساس كبير من اساس الصدمات اللي موجودة في حياتك. فالانسان بيحاول يحمي ذاته وياخد درع حماية بالخوف، طبعا ده بشكل غير واعي. تمام؟ فالإنسان محتاج يكسر ده شيء فشيء فشيء فشيء، لأن بديل الخوف سوري مرة تانية، بديل الخوف هو الإيمان والثقة في رب العالمين والثقة في الذات. تمام؟ وبديل الخوف هو الشجاعة والحركة. معنى كده ان انتي او حضرتك او حضرتك لو في حاجة انتي واقفة فيها مش بتطلعي لقدام، ممكن يكون بدرجة كبيرة ده بسببها الخوف. وفي الواقع بدرجة كبيرة تعدي 80% ده سببها الخوف وانعدام الأمان. الخوف كمان بيخلي الإنسان مش عارف يطلع من المشاكل اللي هو فيها، وشايف ان مفيهوش حلول. الخوف كمان بيعمل اوهام، ممكن تقعدي سنين تلف حوالين نفسك في دايرة مغلقة بسبب اللي انت بغير وعي او مش عارفة واقعة في خوف. طيب اغلب المخاوف دي زي ما انا قلت اول الفيديو اتكونت بسبب الصدمات اللي مرينا بيها
باشكال مختلفه بقى من اللي حوالينا، بشكل بقصد منهم او غير قصد منهم. هل ده معنى كده ان احنا نلومهم؟ لا، هما مش عاملين ده بقصد. وهتلاقي انت نفسك في حياتك لو حضرتك ست كبيره ومسؤوله بتيجي في نقطه بتعملي نفس الحركه دي. طب انا الغرض من الكلام ده مش اللي انا اقولك اكرهي اولياء الامر اللي في حياتك اللي هم كانوا مسؤولين عن المخاوف اللي عندك. لا، الغرض اللي انا بفهمك ان اي انسان ما عندوش المعرفه والمحبه الكافيه هيلاقي نفسه للاسف البديل بيستخدم التخويف، وبيستخدم العنف، وبيستخدم. طيب حاليا لو سمعت الفيديو ده، فالحل اللي احنا نبدأ نتعامل مع مخاوفنا ونحاول نشيل مسؤولية حياتنا، مش نلوم. لان جزء كبير من رحلتنا في التطور اللي احنا نمر بمشاكل، والمشاكل اللي انت مريتي بيها اللي مكونة عندك برامج الخوف وانعدام الامان والصدمات اللي في حياتك دي، هي كده كده كانت هتحصل لك سواء انت موجودة في مصر او في الاردن او في السعودية او في المغرب، سواء حضرتك كنت بنت او حضرتك كنت ولد. ملوش علاقة خالص بالناس اللي حواليك. هي كده كده الناس اللي حواليك مجرد رسل، دي حصلت من خلالهم، ودي دروس هنمر بيها، مش هم السبب، هم بس نقلوها. فانا لو عايز اتطور فعلا لازم ابدأ كده مع نفسي افكر ايه اكبر حاجة في حياتي واقفة. واسهل طريقة بصراحة بعد خبرة كبيرة في الموضوع ده وحاجات انا شخصيا مريت بيها كمان، ايه هي المخاوف وايه هي انعدام الامان اللي فيها اللي موقفها. بيبقى في المقام الاول، يعني اول لير دايما بتبقى خوف وانعدام امان ناحية حاجة معينة مرتبطة بالهدف ده، سواء كان بقى جواز، سواء بقى كان فلوس، سواء كان صحة، سواء كان مش عارفة تاخدي حريتك من اهلك، بابا وماما بيتحكموا فيك بشكل مبالغ فيه، او مش عارفة تلاقي الشغل اللي انت عايزاه، مش عارفة تكوني فلوس. بيبقى فيه دايما اول لير بتكون خوف وانعدام امان. فمهم جدا جدا الانسان يسعى ان هو يفهم ذاته ويفهم الخوف ده جاي منين، ويقدر يتعامل معاه، يبقى معاه ادوات ان هو يتعامل مع الخوف ده. ان شاء الله الفترة الجاية هنبدأ نتكلم اكتر عن المخاوف الكبيرة اللي تبقى موجودة في حياة الانسان. انا حابب اعمل ده لاني لمست بنفسي قد ايه ده شيء مهم، وبيأثر في كل حاجة، بيأثر بجد في كل حاجة. بديل الخوف الشجاعة، الإيمان في الذات، الإيمان في رب العالمين، القدرة على الحركة، اللي أنا يبقى عندي القدرة اللي أنا أواجه. أي إنسان حابب يحقق حاجة ضروري يكتسب الحاجات دي، ضروري إن هو يسعى إن هو فعلا يشوف أنا إيه ناقصني. الجزء ده مهم، الجزء ده مهم، بيجي مهم مع جزء المحبة. لازم الإنسان يبقى عنده جزئين. فرحلتك في الحياة ورحلة التطور في الحياة بتيجي من اللي انت تحاولي على أرض الواقع تعملي حاجات صح، وأنا واثق إن أغلب اللي بيشوفني بيحاول، ولكن الحاجات اللي في الطفولة والأزمات اللي كانت ورا في الخلفية اللي احنا سايبينها، زي مثلا وانا صغيرة خايفة اسقط فالناس يضايقوني، زي مثلا اللي انا بخاف من ماما وبابا، بحبهم بس بخاف منهم، زي اللي انا مثلا بخاف من النجاح، بيكون حصلت حاجات زمان ليها علاقة بده هي اللي مبرمجة ده. بخاف على شكلي قدام الناس، زي اللي انا بخاف اخش حاجة جديدة احسن اسقط فيبقى شكلي مش كويس. الحاجات دي كلها البرمجة القديمة قوي دي، الحاجات القديمة قوي دي بجد لما بتتشال الموضوع بيبقى اشبه بسلسلة. يعني ممكن يكون مثلا خوفك من بابا مثلا او خوفك من ماما، لو شلتي الخوف ده بتلاقي مثلا على ظهر الخوف ده ممكن 10 مشاكل اتحلت، تلاقي حاجات معينة اتغيرت جدا، وعيك نفسه اتغير جدا.
وتلاقيه مسمع في الفلوس وفي علاقتك بجوزك او علاقتك بالجنس الاخر او علاقتك بذاتك او حاجات كتير. تمام. في خوف تاني مثلا، لو انت بنت، الخوف ان انا يحصل لي اغتصاب مثلا، او خوف من التحرش، او الخوف من الجنس الاخر، او الخوف. المخاوف دي كلها مش الطبيعي ان هي تبقى موجودة بالدرجة دي. احنا مش عايزين نقضي عن الخوف، ولكن بيبقى في خوف باحجام كبيرة جدا جدا بجد بتلمت حياتنا، انتوا ما تعرفوش قد ايه. طيب هل انا لو عندي مخاوف كبيرة هقدر اتعامل بيها لوحدي؟ هتقدري تتعاملي بلاير. تمام. يعني ايا كان، في ادوات كتير موجودة دلوقتي على الساحة. لوحدك هتقدري تتعاملي في لاير معينة. طب ايه الفرق؟ اللي انا الخوف من او الصدمات اللي انا هشتغل عليها دي اشتغل بيها لوحدي او اشتغل فيها مع معالج. المعالج بيقدر يخش في لاير عميقة فيكي، تمام، انت مش هتعرفي تخشيها قوي. ليه؟ لان دي شغلانته اول حاجة. تاني حاجة هو بيبقى مدرب ومعاه ادوات، وبسبب حاجة اسمها برامج الحماية يا جماعة. ما هقول لكم حاجة، يعني دي حاجة برضو انا يمكن ما قلتهاش قبل كده في فيديو. الانسان اول مشكلة بتواجهه مع نفسه لما يجي يشتغل على حاله، يشتغل فعلا يعني، تمام، برامج الحماية اللي بتميل ان هي تخبي عنه الحقيقة. ده بيحصل، طبعا ده بيحصل، وبيحصل جدا جدا كمان. يعني في العادي مثلا، طيب انا بخاف من بابا ليه؟ لو انا ما عنديش برامج حماية بتحميني من الحاجات اللي جوايا، هجيب الاجابة العميقة عشان كذا مثلا، عشان انا مثلا محتاج بابا يدعمني في حياتي وما ينفعش ازعل بابا مثلا، يعني مثلا. اوكي. الانسان اللي مش مدرب كفاية، عشان كده هي وظيفة هيجيب لاير بعيدة قوي عشان مثلا ميأذنيش مثلا. بيبقى في الوسط ما بين الاجابة اللي جات له والاجابة النهائية اللي هتخلص المشكلة مثلا 30 طبقة مثلا، يعني ده مثلا. لذلك شغلانة الهيلر هي شغلانة، هي كارير، هي بيزنس. تمام. ممكن الانسان بقى ممكن مع الوقت يبقى هيلر ويعالج حاله، بس حتى لو بقى هيلر، ده من خبرتي يعني انا نفسي، ممكن حاجات ما يعرفش يجيبها لذاته. يعني حتى لو هيلر، يعني انا بقالي 7 سنين اهو، في حاجات بتعلق معايا بضطر اروح لحد زميل يشتغل عليا او يشتغل معايا، لان الوعي بتاعنا بيشتغل بسيستم معين بيحاول يحمينا من الالم. فالانسان ممكن يبقى فاكر مثلا، الوعي بتاعه فاكر ان دي حاجه مؤلمه قوي، وانت ما عندكيش الانرجي الكافيه او القدره الكافيه انك تاكسس للجزء ده في وعيك. لذلك الهيلر بيقدر ياكسس الحته دي بسهوله، اولا لان الانرجي بتاعته بتبقى غالبا اعلى، هو بيتدرب على ده. اي هيلر في الدنيا الطبيعي ان هو بيتدرب الانرجي بتاعته تبقى اعلى باشكال مختلفه بقى، ايا كانت المدرسه ايه. تمام. الحاجه التانية ان هو طاقه خارجيه، يعني اللي دارس فيكو طاقه هيبقى عارف ان هو اسهل اشتغل على الاخرين، اسهل شويتين 3 من انا اشتغل على حالي. ليه؟ لان لما بشتغل على حالي ببقى انا الريسيفر، وفي نفس اللي ببعت، واللي في نفس الوقت بستلم. يعني الطاقه بتبقى من رب العالمين، انا ببعتها لنفسي وبستلمها كمان، بس هي انا باكسس طاقه طبعا من رب العالمين. لكن انا لما بشتغل على حد بكون باخد طاقه من رب العالمين من خلالي، بستخدمها بشكل معين حسب ما بعمل ايه، فبيبقى حضرتك بشكل كامل طرف مستلم، وده اسهل كتير طبعا. طب ليه الفيديو ده انا عامله دلوقتي بالذات؟ انا عامله دلوقتي بالذات اللي احنا داخلين على رمضان، وصدقوني صدقوني صدقوني لو انا اخد نية اللي انا اشتغل على الخوف على مستوى الطاقة وعلى مستوى الصدمات، اقدر اشيل الصدمات بالشكل المناسب بالسرعة المناسبة، واحدة واحدة كده. اشيل صدمة مثلا في اسبوع، اشيل صدمة كل اسبوعين، ومع الوقت في الايام دي مع الطاقة دي هقدر اخرج شخص مختلف، عنده قوة في حياته، عنده شجاعة،
قادر يحب من غير خوف بدرجة كويسة. الشغل على المخاوف شوية هياخد وقت، بس حقيقي هيفرق معاكي في حياتك، هتلاقي نفسك بتطلعي لقدام. في عروض على الجلسات خلال الفترة دي، وعروض على الباكجز، وفي عروض خاصة كمان للي هيسمع الفيديو ده. فلو سمعتي الفيديو للآخر ابعتيلي على الواتساب، هسيب الأرقام في البوست أو الكومنتات. وأتمنى لكم إن شاء الله الفترة الجاية تكون حياة فيها شجاعة أكتر وفيها إيمان وأمل أكتر، لأن إحنا كلنا نستحق حياة أفضل. يا رب دايما بخير، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية، ومتشكر ليكم.